السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنوجد معكم واحد المسمن عامر بالكفته بواحد الطريقه جديده وسهله سيرتو للمبتدئات. غنبداو بالحشوه هي الاولى. غنحتاجوا واحد كيلو ديال الكفته ولا نص كيلو اللي كان، يعني على حسب المستطاع. بصله مفرومه بهذيك الماكينه العجيبه. التوابل غنحتاجوا التحميره، الكمون، السودانيه، الملحه، البزار. وانا كنزيد عليهم هاد البهارات ديال الكفته. الا ما كانوش عندكم ماشي مشكل. غنحتاجوا القزبر ومعدنوس، الزيت البلديه، والزيتون مقطع طرافي صغير. ودابا غنديروا اول خطوه. اول حاجه غنبداو بها غنديروا المقله تسخن، نديروا فيها واحد شويه زويته بلديه، ونديروا البصله تشحر واحد 5 دقائق. من بعد ما تشحرت لينا البصله زدنا الكفته ديالنا، غنزيدوا التوابل ونحاولوا ندخلوها في الكفته. ما غنديروش القزبر ومعدنوس دابا. ونقصوا البوطه بشويه. ولا ما كانش عندكم الكفته بزاف تقدروا تعاونوا بخيزو محكوك ولا القرعه، يعني اللي عندكم. ماشي المهم يكون اللحم بزاف. انا حيت غندير نص بريوات وغندير نص مسمن، داكشي علاش. من بعد ما طابت لينا الكفته كنزيدو الزيتون مقطع، كنزيدو شويه الهريسه وكتبقى اختياريه، انا درتها في الاول على قبل الوليدات الصغار. وغنزيد واحد شويه الفرomاج غابي. دابا غنزيدو واحد شويه الفرomاج غابي، ولا انا كنزيد الموتزاريلا، يكون شي نوع جيد. نتوما كما كتشوفوا معنا الكفته راه طابت صافي، وكنطفيو عليها. ودابا غندوزو نوجدو مع المسمن. بالنسبه للعجين غنحتاجو نص معلقه ديال الملحه، شويه قبصه ديال الخميره ديال الخبز، الماء بارد ماشي دافي، جوج زلايف ديال الفرينه نوعيه جيده، وزلافه ديال الفينو ولا سمول تخيفين، ومعلقه صغيره ديال العسل، ولا نقدروا نعوضوها بمعلقه صغيره ديال السكر. ودابا غنديروا كاع المقادير في خطره وحده ونديروهم يتعجنوا. ها العجينه ديالنا من بعد ما تعجنت، شوفوا ما ديروها لا خفيفه لا ثقيله بزاف. كندهنوها بواحد شويه الزيت. كما قلت لكم في الفيديو السابق، ما نديروش المدافي الا بغينا المسمن ديالنا ينجح. كنغطيوه بواحد البلاستيك غذائي، ولا كانت عندكم شي بواطه ديال البلاستيك مزيانه حتى هي نديرو فيها العجينه ونخليوها ترتاح واحد نص ساعه والوقت اللي بغيتو. من بعد ما ارتاحت لينا العجينه غنديرو هكا كريسات متساويين. هانتوما خدمتها قد ما ارتاحت قد ما كتمحنكمش لا في العجينه لا في التكراس. هانتوما حتى في التقطاع كتجيكم ساهله. شوف، وتقدروا تخليوها في الثلاجه وتخدموها حتى الغدا، ما تخافوش منها. كنبداو بالمسمنه الاولى. بعد ما قرصنا الكره ديالنا كما شفتوا هانتوما، وديروا اتونسيون باش ما تقطعش. ديروا غير شويه الكفته، الزيت غير شويه، كتقلبوها هكا باش ما تحلش ليكم. كديروا الجهه الاخرى هكا. هانتوما وكنكملوا العمليه حتى كنكملوا هاد المسيمنات كاملين. راه بخي ما غيمحنكمش دغيا دغيا يعني. هانتوما البنات انا غندير معكم حتى الثانيه. وشفتوا كي لاحظتوا معايا المسمن ما مقطع ما والو. هانتوما كنقلبوها ما نزيروهاش. هانتوما وكنكملوا.
حتى كنساليو البلاطو ديالنا. هانتوما هانتوما وخليوه قد مرتاح عاد ندرسوه نطيبوه. انا بديت كنطيبهم البنات، لاحظتوا معايا راه ما كيتحلوش. هانتوما كتعجبني هاد المقله حيت كبيره، كندير فيها بربعه بربعه. وهذا الشكل النهائي ديالنا ديال المسمن البنات، كيجي خفيف. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا في التعاليق، وما تساونيش بالابوني والبارطاج. وبصحتكم وربح راحتكم، واللي موحمد سمح لينا.